مش نحكيو على مونديال الأندية والنصف النهائي الأول اللي تلعب والفريق اللي حجز مقعد في نهائي المونديال. النصف النهائي الأوروبي اللاتيني ما بين البلوز تشيلسي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي، حسموا تشيلسي بالانتصار على فلومينينسي بنتيجة 2-0 ثنائية سجلها اللاعب الشاب البرازيلي المهاجم الشاب لتشيلسي جو بيدرو، اللي سجل ثنائية كان رفض من خلالها الاحتفال أمام فريق الأم فلومينينسي البرازيلي. الواقعية والخبرة غلبت الطموح البرازيلي، وتنتهي هكا مشوار فلومينينسي إلى حدود النصف النهائي. في المقابل تشيلسي يؤكد للجميع أنه قادم، وأن مونديال الأندية هو البوابة اللي مش تفتح له الطموح العام الجاي إن شاء الله، وبعودته إلى تشامبيونز ليج الأوروبية. هكا مباراة ممتازة على كل النواحي من تشيلسي الإنجليزي، امتياز كان من خلالها للاعب البرازيلي والشاب جو بيدرو اللي سجل ثنائية. فريق ممتاز تشيلسي الإنجليزي، لاعبين كلهم شباب. وصول إلى نهائي المونديال يعتبر إنجاز تاريخي لتشيلسي، في انتظار من سيواجه في النهائي، يا إما ريال مدريد الإسباني وإلا باريس سان جيرمان الفرنسي. وهكا يكون أول اختبار جدي لتشيلسي في المونديال الأندية إلى حد الآن، بعد ما واجه 3 فرق البرازيلية، وين انهزم في لقاء في دور مجموعة أمام فلامينغو، وانتصر في 2 لقاءات الأخرين أمام بالميراس في الربع النهائي وأمام فلومينينسي في النصف النهائي. في انتظار من سيواجه في نهائي المونديال، البي اس جي أو الميرينجي الملكي ريال مدريد.